السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. هنشرح موضوع جديد النهاردة في لغة السي وهو الاريز. محاضرة النهاردة هتغطي ايه هو الاري، هنفهم ايه هو الكونسبت وايه اصلا اللي خلى الاري تظهر من البداية. وتاني حاجة معانا ازاي نعمل declaration ونinitialize الاري، ازاي هنكتب الاري وشكل الاري دي بيبقى عامل ازاي. وعندنا ال 1D array واللوبس، ازاي نعمل access للarray بتاعتنا ان احنا نوصل لاي element جوه الاري، وازاي نطبع كل الاليمنتس اللي جوه الاري. ولو انا عايز اسيرش فور element معين في الاري ازاي اعمل له سيرش. ورابع حاجة معانا هنعرف الاري 2D، الاري اللي في 2 dimensional، والماتريسيز اللي هي الماتريكس اللي هي بتبقى عبارة عن روز وكولومز، وهنستخدم فيها النستد لوبس. وعندنا خامس حاجة الاريز اند فانكشنز، ازاي نبعت array للفانكشن ونخليها تعدل على الاري بتاعتنا وترجع لنا الاري الجديدة عندنا في المين. وسادس حاجة ممكن نحل بعض الاكسرسايزز والسوليوشنز على الاري. اول حاجة ايه هي الاري؟ احنا عارفين طبعا ان لغة البرمجة هي لغة حل المشكلات. طيب، فاحنا اي حاجة بناخدها في اللغة ماشي ديت كانت حل المشكلة. طيب ايه المشكلة اللي كانت بتقابلنا عشان احل او استخدم الاري؟ طيب، كان بيقولك ان من غير array كان في فوضى. لو انا مثلا عايز احط سكور ل30 طالب، كل طالب اشوف جاب سكور كام. طيب، فانت هتعرف لكل طالب variable متغير عشان نخزن السكور بتاعه. مثلا وليكن متغير هسميه S1، وهحط فيه value 85، يعني الطالب الاولاني جاب سكور كام؟ 85. الطالب التاني جاب سكور 90، الطالب التالت جاب سكور 78، وهكذا لحد ايه؟ 30 متغير. طيب طبعا انت هتقعد تكتب من S1 لحد S30، فالموضوع مش هيبقى يعني ايه، مش هيبقى عملي. غير كده الكود بتاعك مش كلين، انت معرف متغيرات كتير جدا في البرنامج بتاعك، ففيش تنظيم في الداتا عندك. طيب، فالاري بتحل بقى المشكلة دي. الاري ممكن اعرف متغير واحد، المتغير دوت بيضم جواه 30 خانة، 30 مكان، كل مكان هخزن فيه درجة من درجات الطلاب، سكور من السكورز بتاعة الطلاب. فالخانة الأولى في المتغير ده هتعبر عن الطالب الأولاني، الخانة التانية هتعبر عن الطالب التاني، الخانة التالتة هتعبر عن الطالب التالت، وهكذا. طيب، فانت هتتخيل معايا ان الاري دي عبارة عن زي ايه؟ مصفوفة. ماشي، مصفوفة 1D، كل خانة في المصفوفة بتمثل سكور لكل طالب. طيب، فانا السكور بتاعي ما بين السكوير براكت دي طريقة كتابة الاري يا شباب. اللي انا بعرف الاري نوعها ايه، نوعها ايه هنا في البرنامج عندي نوعها انتجر. يعني البرنامج بتاعي الاري اللي انا مسميها سكور دي ما بيشيلش غير 30 سلوت او 30 خانة جواه، كلهم لازم يتخزن فيهم values نوعها ايه؟ انتجر. طيب، فاحنا بنكتب اسم الاري بالمنظر ده، ونكتب سكوير براكت، جوه السكوير براكت نكتب الرقم اللي هو السايز بتاع الاري. طيب، يبقى لو حبينا ندي definition للاري، الاري عبارة عن collection of element of the same data. فعلا هي الاري عبارة عن مجموعة من الاليمنتس جواها، ماشي، كلهم عندهم نفس النوع، زي هنا كده عندهم نفس النوع اللي هو الانتجر، وهم بيستورد in adjacent memory location. كل الخانات طبعا جنب بعض، adjacent يعني كلهم متجاورين. كل الخانات اللي جوه المتغير او الاري اللي اسمها سكور هنا، ماشي، كل الداتا متخزنه جنب بعض. طيب، الاكسس using single name and index، انا ممكن اوصل للقيم اللي جوه الاري عن طريق حاجه اسمها الاندكس، وهنشوفها دلوقتي. طيب، دلوقتي انا عندي مثلا اري اسمها سكور، الداتا اللي هتتخزن فيها نوعها انتجر. عندي كام داتا هتتخزن جوه السكور؟ 5، يعني عندي 5 خانات. يبقى في الميموري كده هيبقى عندك الشكل ده، في 5 مربعات كده جنب بعض متجاورين، كل مربع فيهم بيخزن ايه؟
سكور لطالب، الخانة الأولى ده سكور الطالب الأولاني، الخانة التانية سكور الطالب التاني، وهكذا. طيب طبعا في الطريقة اللي قبل كده لما كنت بعرف لكل طالب متغير، دي سهلة. أنا لو عايز أوصل لدرجة الطالب رقم 5 يبقى أروح أطبع أو أعمل برنت مثلا اف للسكور بتاع الطالب اس 5، هعمل برنت اف للفاريبل اللي اسمه اس 5. دلوقتي المتغير بتاعي هنا هو متغير واحد بس. طب متغير واحد دوت شايل جواه 5 قيم. انا لو عايز قيمة واحدة اكسس اي قيمة منهم، اوصل لاي قيمة منهم، اعمل ايه؟ عن طريق الاندكس. الاري بيبقى فيه المربع الاولاني دوت او الخانة الاولى ديت، في رقم فوقها هنا بنسميه الاندكس، اللي هو بيبدأ من كام؟ بيبدأ من 0. والاندكس التالي هيبقى 1، الاندكس التالي هيبقى 2، 3، 4. فبالتالي انا لو عايز اوصل مثلا لرقم 92 ده، هعمل ايه؟ هقول له انا عايز المتغير بتاعي اسمه ايه؟ سكور. عايز اوصل للخانة رقم كام هنا؟ الخانة رقم 3. ناخد بالنا ان الاندكس بيبدأ من 0. فلما اقول لك السايز بتاع الاري بتاعتك 5، فانت عندك البلوكس بتاعتك او المربعات ديت هتبدأ من 0 لحد كام؟ 4. ده الشكل الاري جوه الميموري، عبارة عن شوية بلوكات او مربعات او سلوتس، سميهم زي ما انت عايز، خانات جنب بعض، ماشي، متتاليين متجاورين. فكل واحدة فيهم عشان اقدر اوصل لها بوصل لها عن طريق الاندكس، الرقم اللي مكتوب فوق البلوك اللي انا كاتبه هنا فوق هنا. طيب يبقى ممكن بقى إيه اقول حاجة كمان معلومة. احنا لما بنيجي نعرف اي متغير عندنا في البرنامج، هنا مثلا لما انا عرفت انت اس 1 بيساوي 85، انا لما اعرف متغير من نوع انتجر او فلوت او كاركتر ايا كان. طيب خلينا في الانتجر والفلوت دلوقتي. ناخد بالنا يا شباب ان الانتجر لما باجي اعرف اي متغير زي المتغيرات اللي هي اس 1 واس 2 اس 3 وهكذا، كل متغير عرفته من هنا بياخد مساحة من الميموري 4 بايت. يعني الاس 1 دي هتاخد مساحة من الميموري 4 بايت، استهلكت 4 بايت. البايت ديت اللي هي زي وحدة قياس، ماشي، للداتا. يعني زي مثلا الموبايل بتاعك بيقدر يستور قد ايه؟ لما بتروح تيجي تشتري موبايل، تشتري موبايل الميموري بتاعته 128 جيجا. طيب برضو الايه الجيجا دي كانت وحدة قياس. الاربعة بايت ديت، البايتس عبارة عن ايه؟ البايتس عبارة عن برضو وحدة قياس بس. فهنا عندي الاري بتاعتي مكونة من كام سلوت او كام خانة؟ 5 خانات، لان السايز بتاعها 5. كل خانة برضو نفس الفكرة، كل الخانة بخزن فيها فاليو واحدة. البوكس هنا بتاعي هيبقى 4 بايت من مساحة الميموري. هنا كان عندي كام بوكس؟ عندي 5. فأربعة في 5 هتبقى 20 بايت. يبقى الاري اللي أنا هعرف السايز بتاعها ب5، يبقى الاري دي كلها عبارة عن 20 بايت، استهلك 20 بايت من مساحة الميموري بتاع الجهاز بتاعي. طيب تعالى هنا كده نلخص كل الكلام اللي أنا قلته. ان الاري بتخزن الاليمنتس اللي جواها من نوع داتا تايب واحد بس، same data type for all elements. هنا لما انا عرفت الاري بتاعتي من نوع integer والسايز بتاعها 30، كل ال 30 elements اللي هتبقى موجوده جوه السكور هتبقى عباره عن داتا تايب واحد في كل ال 30 اللي هو الانتجر. طيب هنا وانس اللي انا عرفت السايز، عرفت هنا في البرنامج بتاعي السايز بتاع الاري، مثلا انا سميتها هنا سكور، عرفتها ب 30. السكور دوت السايز بتاعه 30 ثابت طول البرنامج، يبقى هو فيكسد سايز. وانس اللي انا عرفت السايز معين هيفضل بيه طول البرنامج. تعالى هنا برضو تالت حاجة قلناها اللي هو الاري عبارة عن زيرو اندكسد. يعني ايه زيرو اندكسد؟ يعني اول element فيها عشان اقدر اوصل له الاندكس بتاعه بيبدأ من كام؟ من 0. طب لو عايز اوصل لاي element اهو راندوم اكسس، عايز اوصل لاي قيمه عشوائيه، هنا عايز اوصل مثلا ل 92، هستخدم الاندكس بتاعها اللي هو كام؟ الاندكس بتاعها هنا موجود في 3، الخانه رقم 3. ماشي. ازاي اعرف array واحط فيها بعض القيم؟ عندي كذا طريقه. اول طريقه اللي انا اعرف نوع الداتا الاول الاري بتاعتي هتبقى تخزنه اللي هو الانتجر، يبقى اكتب int واسم الاري بتاعتي واكتب السايز ما بين سكوير براكتس واعمل سيمي كولون. كده انا عرفت الاري بتاعتي. بس انا هنا عرفت الاري بتاعتي لسه ما حطيتش اي فاليوز جوه في الاري. طيب انا دلوقتي لو حبيت اطبع كل خانه فيها كام، اعمل برنت اف لكل خانه.
ايه الفاليوز اللي هتظهر لي على الشاشه؟ مش انا محطتش فاليو. طب بس في مشكله في الاري ان هي هتعرض لك جاربج فاليوز. جاربج فاليوز يعني قيم راندوم، قيم عشوائيه مش صحيحه. تمام، عشان انت سبت الاري فاضيه، انت بس عرفت السايز بتاعها وسبته فاضي. طب تعالى نكمل. لو انت حبيت تسمي مثلا array اسمها برايسز، والنوع الداتا اللي هتخزنها هي كام؟ فلوت، وهتبقى فيها 10 اماكن، يبقى كل مكان لازم اخزن فيه فاليو نوعها ايه؟ فلوت. وممكن اعرف من نوع الداتا تايب اللي هو الايه؟ الكاركتر، زي كاركتر، واكتب اسم المتغير بتاعي هنا بتاع الاري هسميه نيم، بعد كده سكوير براكت احط فيه جواه فاليو ب20 يعني السايز ب20، يعني الاري اللي اسمها نيم دي تقدر تخزن جواها 20 كاركتر. الطريقة التانية اللي انا اعرف array واكتب السايز عادي زي ما احنا كتبنا هنا مثلا 5، واكتب بيساوي وافتح كيرلي براكتس. جوه الكيرلي براكتس هحط فيها الفاليوز اللي انا هخزنها في الخمس اماكن في الاري بتاعتي اللي اسمها سكور. اول مكان هكتب 85 وافصل بكوما عن المكان التاني اللي هو 90. 85 90 78 92 88. اعتبر دي زي البوكسز اللي انا لسه وريتها لك في السلايد اللي فاتت. طيب البوكس اللي هو رقمه 0 الاندكس بتاعه 0 هيكون جواه ال 85. البوكس اللي الاندكس بتاعه بواحد هيكون متخزن جواه 90 وهكذا. ده اندكس 2 اندكس 3 اندكس 4. طب تعالى نكمل. دلوقتي مثلا حبيت انت تعرف array من نوع فلوت هسميها مثلا باي، والباي دي السايز بتاعها 3، يعني هنفل او هنخزن جواها 3 values. طبعا هنكتب الفاليوز اللي احنا عايزينها بالفلوت ونفصل ما بينهم ايه؟ بكوما. يبقى دي الاندكس 0 اندكس 1 اندكس 2 عشان في 3 اماكن بس. طب افرض انت عرفت array مثلا السايز بتاعها 5، وحبيت مثلا ان انت تحط في اول خانتين بس values وسبت باقي ال3 اماكن تانيين فاضيين. انت لو حبيت تطبع ال3 اماكن التانيين فاضيين، هل هيطلع لك garbage value؟ لا، هيطلع لك القيم بزيرو. تمام، يبقى انت لو معرفتش الاري باي فاليوز خالص هيطلع لك جاربج فاليو. لكن لو عرفت باول قيمتين كده في اول خانتين بيعتبر الباقي اللي انت ما حطيتش فيه اي فاليو بصفار. زي ايه مثلا؟ زي المثال ده كده، عرفت اري السايز بتاعها 5 وسويت الاري ديت، حطيت في اول خانه اللي هي الاندكس 0 حطيت فيها فاليو بواحد، والاندكس 1 حطيت فيها فاليو بكام؟ ب2. باقي الاندكس اللي هو كام؟ 2 و3 و4 انت سبتهم فاضيين، فهو هيعتبرهم جوه في الميموري بكام؟ بصفار. ميثود 3 اللي انا ممكن اسيب الايه؟ الموضوع مفتوح ما احطش اي سايز جوه السكوير براكت، والكومبايلر بتاع السي هيعدلك السايز، هيعرف لك السايز بتاع النم الاري اللي اسمها نم بناء على انت مخزن جواه كام فاليو. هو هيعد كام فاليو هنا؟ لا 10 20 30 40 دول 4 فاليوز، يبقى السايز بتاع الاري ده 4. طيب ازاي اقدر احسب السايز بتاع الاري لو حبيت يعني احسبه واعرضه على الشاشة؟ هعمل ايه؟ هعمل الشكل ده، هكتب size of، ماشي، size of ديت عبارة عن function زي ما خدنا في درس الفانكشنز. هبعت السايز اوف ديت هبعت لها الاري اللي اسمها num. السايز اوف دي بتحسب لك البايتس اللي الاري دي استهلكتها من الميموري. انت هنا عندك كل خانة قلت لك بتستهلك 4، في كام خانة هنا؟ 4، يبقى 4 في 4 16، يبقى السايز اوف وابعت لها النمز كلها هترجع لك 16 بايت. لما عايز انت ايه؟ انت عايز توصل بس عدد الاليمنتس اللي جوه في الايه؟ في الاري، انا مش عايز ال 16 بايت دول في حاجة. طيب ما انا ممكن ابعت الاري اول خانة بس، او اي خانة من دول، مش الخانة الواحدة بتمثل لي او تستهلك من الميموري 4 بايت. فانا ممكن ابعت nums of 0 للفانكشن اللي اسمها size of دي، وهي هترجع لي المساحة المستهلكة في الايه؟ في الخانة دي. المساحة المستهلكة في الخانة دي كام؟ هيرجع لي 4 بايت. فهنا ال 16 هتتقسم على 4 هيرجع لك كام في الاخر؟ هيرجع لك الفاليو ب 4 اللي هو عدد الاليمنتس الموجود في الاري اللي اسمها nums. يبقى دي بتتحسب كده لو انا حبيت اعد كام فاليو جوه في الاري بستخدم الطريقه دي. size of ببعت اسم الاري كامله وبقسمها على size of num of 0. ممكن اخليها بواحد، ممكن اخليها ب2، ممكن اخليها ب3. في الاخر اي خانه من الخانات، اي اندكس من الاندكسيز، المساحه بتاعته اللي بتستهلك في الميموري كام بايت؟ 4 بايت.
خلاصة السلايد دي عايزك تبقى عارف ازاي بكتب الاري. اول حاجة بعرف نوع الداتا، نوع الداتا تايب انتجر فلوت كاركتر. بعد كده بكتب اسم الاري، جنب اسم الاري هكتب في سكوير براكتس السايز بتاع الاري. بعد كده هسويها بمجموعة من الفاليوز طبعا، ومجموعة من الفاليوز تبقى ما بين كيرلي براكت، والفاليوز تبقى منفصلة بعلامة الايه الكوما. بعد كده طبعا بنهي بايه بالسيمي كولون. طيب انا عايز اوصل لإليمنتس اللي موجوده في الاري. عايز اوصل مثلا للعشرة، العشرة دي موجوده في الخانه رقم كام؟ زيرو. يبقى انت عايز الفاليو اللي جوه في الخانه رقم زيرو، هتكتب بس array of زيرو. شفت سهله ازاي؟ طيب عايز توصل مثلا للاري اوف 2، عايز توصل للفاليو اللي هي رقم 30 دي، هتكتب array of 2. فarray of 2 ديت هترجع لك فاليو بكام؟ ب 30. ال 30 دي ممكن احتفظ بيها اخزنها جوه متغير اسمه x مثلا، فالاكس هتساوي array of 2. يبقى array of 2 دي هترجع لي الفاليو رقم 3. يبقى انا قدرت اوصل لل 30 عن طريق الاندكس رقم 2. طب تعالى هنا رايت فاليو. رايت فاليو لو انا حبيت مثلا ال 30 دي اغيرها واخليها اي رقم تاني، خليها 99 مثلا، خلاص برضو هنادي على المكان ده اللي هو array of 2 واقول له انا هخليك تساوي المره دي 99، فهو هيحذف ال 30 دي ويحط مكانها كام؟ 99. طيب القيمه المسنده ليها. فهنا مثلا مثال تاني ممكن نطبقه على الاري. عايز مثلا اجمع العشرة والعشرين. طب نادي على المكان بتاع العشرة، المكان بتاع العشرة اللي هو كام؟ زيرو. فانا هكتب هنا array of 0 زائد array of ايه of 1. دي هترجع لك 10 ودي هترجع لك 20، وال10 جنبها بلس جنبها ال20، يبقى 10 زائد 20 يبقى كام؟ 30. ال 30 دي القيمه دي هسندها لمتغير هسميه sum مثلا. طيب انا حبيت مثلا اظهر على الشاشه السكرين السوداء بتاعت البلاك، عايز اعرض فاليو من الفاليوز بتاعت الاري. اكتب برنت اف عادي جدا برسنتج دي زي ما احنا متعودين. اكتب array واكتب هنا مكان الاي هنا، انا بس الاي دي قصدي بيها كلمه اندكس. اكتب الاندكس اللي انت عايزه. هكتب مثلا 4. لو هنا كتبت 4 فالاري اوف 4 هنا هتحط لك هنا 50، والبرنت اف هتعرضها لك على البلاك سكرين. طب حبيت مثلا في فاليو من الفاليوز ديت، عايز مثلا ادخل في الاندكس رقم 3، اخلي اليوزر هو اللي يدخل الفاليو بتاعته في المكان رقم 3. هتعمل سكان اف واقول له رمز الاند array اوف واكتب هنا 3 مثلا، فالشخص الفاليو اللي هو هيبقى يكتبها على البلاك سكرين هتروح تتخزن في المكان رقم 3. تعالى هنا كده مثال. مثلا انا عندي array اهيت السايز بتاعها كام؟ 5، فيها العشرة والعشرين والتلاتين والاربعين والخمسين زي ما موجود عندي كده بوكسات جنب بعض. طيب انا حبيت مثلا اطبع رقم 10، هعمل برنت اف برسنتج دي array اوف واكتب رقم الاندكس اهو. رقم الاندكس ده اللي بيساعدني اوصل للفاليو اللي في المكان ده، في المكان 0. فطبعا هيعرض لك في السكرين السوداء رقم كام؟ 10. برنت اف، فهنا هيعرض لي الفاليو الموجوده في الاندكس رقم 2 اللي هي هتبقى ب30. لو حبيت اعمل ابديت لخانه من الخانات، مثلا حبيت اعمل ابديت للفاليو رقم 30 ديت، هروح عند الاري اندكس اوف 2 واخليه يساوي 99. حبيت اعرض بقى ايه الحاجه المتخزنه جوه الاري اوف 2 دي، المكان رقم 2، هتلاقي ان هو هيطبع لك 99 اللي هي الفاليو الجديده اللي انت حدثتها. وملحوظه هامه جدا جدا جدا، ما تستخدمش مثلا في المثال ده تقول لي برنت اف مثلا array of 5. هل عندك اندكس هنا رقم 5؟ لا، انت عندك من 0 ل 4. فده ايرور معروف اسمه الاوت اوف باوندز، اللي انت خارج حدود الاري، مفيش اصلا اندكس ب5، فهيطلع لك طبعا ايرور. ايرور دوت اسمه اوت اوف باوندز. طيب مثلا دلوقتي انا معايا الاري بتاعتي فيها القيم بتاعتي. طب انا لو حبيت اعرض القيم اللي متخزنه في الاري اعمل ايه؟ فتعالى نكتب البرنامج بتاعنا جوه المين. عندي array اسمها scores السايز بتاعها 5، فيها الخمسة values دول. الخمسة values هعرف متغير اسمه i عشان نستخدمه في الفور لوب. السم بيساوي 0 هقولك هنستخدمها فيما بعد فين، دلوقتي سيبنا منها دلوقتي. وعايز اطبع كل الاليمنتس اللي موجودة في الاري دي اللي اسمها scores. فهخلي الفور لوب بتاعتي تبدأ من كام؟ الاي بتساوي 0. ليه الاي بيساوي 0؟ لان الاندكس بتاعي
في الاري بيبدأ من 0، والاي طبعا اصغر من 5 لان انا عندي السايز بتاع السكور بتاعي 5، واي بلس بلس. بعد كده هعمل برنت اف للسكور، واكتب هنا ما بين السكوير براكت اي. ليه هنكتب اي؟ لان الاي كل مره هتتغير مع كل لفه. لما اول لفه الاي هتبقى بزيرو، فالمكان ده هيتعوض مكان الاي بزيرو، فانا كده هطبع المكان او الخانه الاولانيه اللي هي اللي فيها ال 85. طب الاي لما تزيد وتبقى بواحد، فهنا الاي هتستبدل بواحد، فهنطبع الاري بتاعتنا الخانة بتاعتها رقم واحد اللي هي هتطبع لك كام؟ 90. وهكذا بقى لحد ما نوصل للاي بتبقى 5. هل الخمسة اصغر من الخمسة؟ طبعا الكونديشن ده ما تحققش، فخلاص كده هنطلع من اللوب. تعالى كده نطبق البرنامج ده في الديف. هنعرف array، هنكتب int اسميها scores. الاري بتاعت اللي اسمها scores ديت هتبقى السايز بتاعها 5 بيساوي، نعمل كيرلي براكت، هنكتب اي values مثلا 98 80 92 33 55، بعد كده سيمي كولون. بعد كده هنعمل for loop. طبعا ما ننساش نعرف هنا ايه int i سيمي كولون. i بتاعتي هتبدأ من 0، i اصغر من الخمسة عشان السايز بتاع الاري بتاعتي 5، i بلس بلس، بعد كده كيرلي براكت. هعمل ايه؟ هعمل برنت اف واكتب percentage d كوما scores، واحط ما بين السكوير براكتس بتاعتي المتغير بتاعي اللي هو بيتغير مع كل لفة اللي هو الاي، بعد كده سيمي كولون. بس ممكن هنا جنب البرسنتج دي اعمل مسافة عشان افصل ما بين القيم. تعالى كده قبل ما نفصل ما بين القيم اوريك الفرق. اول حاجة لما هاجي اعمل رun للبرنامج بتاعي ده، البرنامج بتاعي هنا عرض لي كام؟ اهو عرض لي 98 اللي في الاول، بعد كده جنبها 80، بعدها جنبها 92. طبعا الارقام يعني مفيش فاصل ما بينها، عايزين يبقى في فاصل. هنعمل بس جنب البرسنتج دي هنا مسافة بالمسطرة، وهنعمل run. هنعمل هنا هيبقى 98 80 92 33 55 ما بينهم ايه؟ مسافات. فهنا كده قدرت اعرض كل القيم اللي متخزنه جوه الاري عن طريق اللي انا لفيت على كل اندكس وطبعت الفاليو اللي متخزن جوه الاندكس ده. طب تمام، تعالى بقى نكمل. من ضمن الاوبريشنز اللي انا ممكن اعملها على الاري، ممكن استخدم الاري في ايه؟ انا مثلا معايا مجموعه من الفاليوز عايز اجمعهم كلهم مع بعض، عايز اعمل 85 زائد ال 90 زائد 78 زائد 92 زائد 88، عايز اجمع كل الداتا اللي موجوده في الاري. طب ايه كمان التطبيقات اللي ممكن نستخدمها في الاري؟ ممكن انا عايز اطلع اكبر رقم في الاري. هنا من اكبر رقم هنا في الاري الحاليه هنا ال 92. طيب فعايزين نحسب الماكسيمم، عايز اطلع اصغر رقم، عايزين نحسب المينيمم، عايز اعد كام ايفن نمبر موجود في الاري بتاعتي. ماشي. عايز احسب الافريج. عايز احسب الافريج بتحسب ازاي؟ اللي انا بجمع الارقام وبقسمها ايه على عددهم. طبعا عددهم اللي هنا اللي هو السايز بتاع مين؟ بتاع الاري. طب تعالى كده نطبق واحدة من دول. نطبق اللي احنا عايزين نجمع كل الارقام دي مع بعض. فانا طبعا هعمل متغير اسمه sum واخليه بزيرو. ليه هنخليه بزيرو؟ لان دوت هيبقى زي الحصالة بتاعتي اللي انا هقعد اجمع فيها القيم بتاعتي. طب تعالى كده هنعمل فور لوب جديدة، هتبدأ ده برضه من زيرو وتنتهي عند الاي اصغر من الخمسة. هنعمل المعادلة دي sum بتساوي sum زائد السكورز i، بحيث ان السم اول مرة بصفر زائد السكور اوف i اللي هو الاي هتبقى مثلا اول مرة بزيرو، فهيجيب لك 85 يجمعها على الصفر. فالصم المتغير بتاعي اللي اسمه sum هيتخزن جواه دلوقتي 85. لما نوصل لللفة التانية اللي هي الاي بتاعتها هتبقى بواحد، فهنجيب عند الاندكس واحد هنا 90 ونستبدلها هنا 90 زائد الحاجة الأخيرة اللي كانت موجودة في الصم كام؟ كانت 85. يبقى 85 زائد ال90 هتتحسب وهتتخزن جوه الصم، وهكذا وهكذا وهكذا. هنلف على كل الاليمنتس ونجمعها على آخر حاجة موجودة في الصم، وفي الآخر هنعمل إيه؟ برنت اف للصم. تعالى كده نطبق البرنامج ده. هنيجي هنا في الديف
فور اي بتساوي زيرو، اي اصغر من الخمسة و اي بلس بلس. بعد كده كيرلي براكت، بعد كده برنت اف. هتعمل ايه؟ هنعمل برسنتج دي. بعد كده هتعمل ايه؟ تعالى الاول محتاجين نعرف متغير جنب الاي كده نسميه sum بيساوي زيرو، ومعادلة الsum بيساوي sum بلس السكورز اوف اي. بس بعد ما الفور لوب بتاعتي تخلص كل اللفات بتاعتها، هنيجي بعدها ونعمل برنت اف، ونطبع اخر حاجه متخزنه جوه المتغير بتاعي اللي هو اسمه sum. برسنتج دي طبعا ما ننساهاش. طبعا هعمل هنا باك سلاش ان عشان اعمل بس سطر جديد، واقول sum بيساوي، بعد كده كوما، بعد كده المتغير بتاعي اللي اسمه الsum، بعد كده سيمي كولون. طيب تعالى نعمل run. فهنا طبعا الفور لوب الاولانيه طبعا كان بتطبع لي كل القيم المتخزنه جوه الاري. طيب الفور لوب الثانيه هتعمل لي ايه؟ هتمشي لي برضو على كل القيم بتاعه الاري وتجمعهم لي في الاخر. التوتال هنا كام؟ 358. بس ده كده لو حبيت اجمع كل الايه، الفاليوز اللي في الاري. طبعا انا قلت لك من ضمن الاوبريشنز اللي ممكن نطبقها على الاري في السلايد دي، قلت لك ممكن نحسب الماكسيمم مينيمم والكاونت ايفن. فطبعا دي فكر فيها وحاول تطبقها. تعالى بقى نكمل. عايز بدل ما انا كاتب القيم في الاري بنفسي كده في البرنامج، لا انا عايز الشخص اليوزر هو اللي يدخل مجموعة من الفاليوز ويخزنها في الاري. طب هنعمل كده ازاي؟ تعالى كده نخش في البرنامج بتاعنا. انا هعرف array والسايز بتاعها هيبقى n. ال n ده موجود فين؟ ال n دوت لو نفتكر بقى، تعالوا نجيب حاجة قديمة عشان نفتكر الهاش ديفاين. الهاش ديفاين كنت بكتبها وبعرف بعدها متغير هنا مسميه n، وال n دوت هيبقى جواه رقم كام؟ 5. فالاري اوف n يبقى ال n ديت قيمتها بكام؟ ب5. يبقى السايز بتاع الاري بتاعتي بكام؟ ب5. وهعرف متغير اسمه i بس. والاري بتاعتي هسيبها فاضيه زي ما هي عشان انا عايز الفاليوز اللي هتتخزن جواها تجيلي من اليوزر. طب انا عايز اقرا الفاليوز من اليوزر، هعمل له برنت اف، هقول له لو سمحت انتر element وبرسنتج دي، وهنا كوما هعمل اي بلس واحد. ليه هعمل اي بلس واحد؟ اي بلس واحد الاي عندك بتبدا من كام في اول لفه؟ هتبقى من صفر. صفر زائد واحد كام؟ واحد. هنا بس هطبع الرساله بشكل شيك ان انا اقول له انتر اليمنت رقم واحد، انتر اليمنت رقم اتنين، انتر اليمنت رقم تلاته. هوريها لك دلوقتي لما نيجي نعمل ران للكود. طب بعد كده هكتب ايه؟ سكان اف عشان الشخص فعليا يقدر يكتب الفاليو بتاعته. فهنا طبعا هنعمل رمز الاند واري اوف اي. يبقى لما الاي تبقى بزيرو هيبقى الاري اوف زيرو، يبقى المكان رقم صفر في الاري الشخص لما يدخل اول فاليو هيروح يتخزن في الاندكس رقم كام؟ زيرو، وهكذا. طب تعالى بقى بعدين هنعمل ايه؟ عايزين نطبع كل الفاليوز اللي الشخص ده دخلها. مش احنا خلاص الشخص دخل فاليوز وخزنها في الاري؟ انا عايز اطبع كل بقى الفاليوز الموجوده في الاري اللي انا لسه عاملها حالا في السلايد اللي فات. همشي على كل قيم الايه، الاري. تمام. تعالى كده نعمل البرنامج ده. هنيجي هنا هاش define n، بعد كده 5. وهنيجي هنا في البرنامج int arr. السايز بتاعي هيبقى n كوما، وهعرف متغير كمان اسمه i عشان هستخدمه في الفور لوب. بعد كده for i بيساوي 0، i اصغر من ال n i بلس بلس. طبعا ليه اصغر من ال n؟ لان ده السايز بتاع الايه، الاري. خد بالك مثلا في البرنامج بتاعك هتقعد ايه، ممكن كل شويه تكتب الاي اصغر من، مثلا انت عارف ان الاري بتاعتك هتستخدمها مثلا السايز بتاعها 5، فهتقول اي اصغر من 5. طب افرض الخمسه ديت السايز اللي هو بتاع الاري اللي هو 5 ده قعدت تستخدمه كتير في الايه، في البرنامج، فجاه انت حبيت تغير السايز تخليه 10. هل هتقعد في كل البرنامج هنا هتغير هنا هتكتب 10، بعد كده هتغير هنا هتكتب 10؟
طب معرف متغير، والمتغير ده هيبقى يحتوي على الفاليو اللي هي بتعبر عن السايز بتاع الاري. انا بس لو حبيت اغير السايز بتاع الاري هغير من هنا، خلي هنا مثلا 7، فكل الانهات هنا هتبقى من 7. خليتها 10 يبقى كل الانهات هنا هتبقى ايه؟ 10. طبعا نرجعها ل5، وتعالى نعمل ايه؟ print if، ونعمل رسالة enter element mint percentage d، بعد كده كولون، بعد كده هعمل كوما واكتب i بلس 1، بعد كده scan f، نعمل طبعا percentage d كوما، بعد كده هعمل رمز الاند arr، ونحط الاندكس بتاعنا باي عشان يبقى متغير معانا كل مرة في كل لفة، ونعمل بعد ما الشخص يدخل ال values بتاعته اللي هم 5 values، عايزين بقى نتشيك على الاري دي هل جواها فعلا ال values اللي الشخص ده دخلها. فممكن نقول i بتساوي 0، i اصغر من ال n، i بلس بلس. وهنا انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل print f لكل القيم المتخزنة جوه المتغير بتاعي اللي اسمه array percentage d، ونعمل سبيس وكوما array of i، نعمل run. ده بقى الرقم اللي انا بقول لك عليه. اول مره الاي لما هتبقى بزيرو، يبقى 0 زائد 1 هيعرض لك هنا على الشاشه كام؟ 1. فانا بس مجرد رساله شيك، اللي انا بقول له ايه؟ دخل لي لو سمحت الفاليو رقم 1. فهو هيدخل اول فاليو 10، بعد كده هدوس انتر. طبعا اللفه اللي بعد كده الاي هتبقى بواحد، فهنا الاي 1 زائد 1 هيتعرض كام؟ 2. فاليو كمان 20 30 40 50، بعد كده هدوس انتر. طيب كده خلاص هو سمح لي ان انا ادخل 5 فاليو. خلاص الوظيفه بتاعت الفور لوب الاولانيه تمت. الفور لوب الثانيه هتعرض لي بقى القيم اللي اتخزنت في الاري. فعلا الشخص لما دخل لي فاليو 10 راحت اتخزنت في الاندكس رقم 0، ماشي، عند السكان اف هنا الاري اوف 0. بعد كده الاي لما وصلت بقت بواحد، الاي هنا بواحد، فهو كتب 20، فال20 راحت اتخزنت في الاندكس 1، ال30 في الاندكس 2، ال40 في اندكس 3، ال50 في اندكس كام؟ 4. طيب بعد كده عملت برنت اف لكل قيم الاري زي ما احنا خدنا في البرنامج اللي فات. تعالوا كده في البرنامج بتاعي. ماشي. طيب في حاجة اسمها اللينير سيرش اللي هو البحث الخطي. انا مثلا معايا array بالشكل ده، عايز ادور في الاري هل في رقم 22 فيها ولا لا. فانا هعمل بحث خطي. بحث خطي يعني ايه؟ هروح للفاليو الاولانيه هقول لها هل انت 22؟ لا. طب هل انت بتساوي 22؟ لا. اللي بعدك اللي بعدك لحد ما اوصل ل 22. فانا معايا الاري طبعا السايز بتاعها باين عندنا هنا، السايز بتاعها 5. فانا ممكن اعمل انت ان بيساوي 5. مش عايز تكتب ان بيساوي 5، اكتب 5 هنا على طول وخلاص بدل ما احنا نعرف متغير. ماشي. طيب واعرف اي عشان استخدمها في الفور لوب، واعرف متغير اسمه ايه؟ تارجت. تارجت ده هساويه بال 22، ده اللي انا عايز ادور عليه. طب انت دلوقتي لو لقيته، ماشي، عايز احط قيمه هنا مثلا اسميها فاوند، متغير بتاعي اسمه فاوند، واحط فاليو افتراضيه اسمها -1. -1 دي بتشير ان انا ما لقيتش لما دورت في الاري على رقم 22 ما لقيتش الفاليو. فلما يجي يرجع لك -1 على الشاشه ده معناته ان هو ما لقاش الفاليو دي. طيب فانا هعمل فور لوب. الفور لوب بتاعتي هتمشي على كل قيم الاري. طبعا احنا فهمنا ازاي نمشي على كل قيم الاري. طيب ان احنا بس نكتب array of i. طب هنحطها جوه كونديشن. هقول لو الاري اوف i يساوي التارجت بتاعي اللي هو كام؟ 22. هعمل ايه؟ هقول ان الفاوند بيساوي الاي. فاوند بيساوي الاي يعني ايه؟ هقول ان اللي انا لقيت الاليمنت دوت في الاندكس رقم كام. مش الاي دلوقتي هي اللي بتمثل لي الاندكس. انا لو لو الكونديشن ده اتحقق
عند الاي بيساوي زيرو، يبقى انا هخلي الفاوند بيساوي الاي، اللي هو الاي دلوقتي بكام؟ بزيرو. يعني انا بقول ان الناتج بتاعي او القيمه اللي انا بدور عليها موجوده في المكان رقم صفر. طيب هنا بعد ما عملت الكونديشن بتاعي، يبقى انا هنا بقارن ازاي؟ هيقول لي array of 0 في اول لفه، الاي بزيرو، اللي هي array of 0 بكام؟ ب 64. 64 هل يساوي التارجت؟ التارجت جواه كام؟ 22. لا، ما بيساويهوش. فخلاص هيكمل لف، هيزود على الاي بواحد، فالاي هتوصل هنا بواحد. طيب هيقعد يجرب 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 لحد ما يلاقي. اول ما هيلاقي الاليمنت هيخلي المتغير بتاعي اللي اسمه فاوند يساوي المكان ده الاندكس بتاع الفاليو اللي انا بدور عليها. بعد كده اعمل كلمه بريك. بريك يعني بقول له خلاص وقف اللوب، ما تكملش لف، انا خلاص وصلت للي انا ايه، اللي انا عايزه. طيب اهو هعمل هنا مثلا كونديشن، هنا هقول لو لو انا لقيت ان الفاوند اكبر او بيساوي الصفر، هطبع رساله اقول ان انا لقيت المتغير بتاعي عند المكان الفلاني. طبعا الفاوند هيكون متخزن في الفاليو بتاع المكان بتاع الرقم. طب انا لو ما لقيتوش يبقى else، هقول ان انا ما لقيتش الايه، الرقم. طيب يبقى لو الفاوند طلع الفاليو بتاعته اكبر من صفر، يبقى انا لقيت الرقم. طبعا هو لو اصغر من الصفر اللي هو هيبقى كده قيمته بسالب واحد، يعني انا ما لقيتش الاليمنت بتاعي. ماشي. ما هو ليه اكبر من او بيساوي الصفر؟ لان اول اندكس عندي بيبدا من الصفر، واحد اتنين تلاته وهكذا. لو الفاليو بتاعتي بسالب واحد، يبقى انا فعلا ما لقيتش الاليمنت، لان مفيش اندكس اصلا بسالب واحد. طيب تعالى هنا كده نكتب البرنامج ده. تعالى كده نكتب البرنامج. هعرف متغير اسمه ARR اللي هو الاري بتاعتي، هيبقى السايز بتاعته 5. تعالى نسهل البرنامج شوية. بعد كده نعمل الأقواس بتاعتنا. مثلا اكتب 50، 66، 33، بعد كده 22، بعد كده 47 سيمي كولون. أنا عايز أدور على الرقم ال 22، وممكن أعرف متغير اسمه I، وممكن أعرف كمان ايه اللي احنا محتاجينه، متغير اسمه found، واخليه بيساوي سالب واحد. هعمل for loop الاي بتساوي زيرو، اي اصغر من او بيساوي الايه، مفيش يساوي، احنا هنكتب بس 5. طيب اي بلس بلس، بعد كده الكيرلي براكت، هنعمل if condition. هقول ان الاري عند الاندكس اي، المتغير بتاعي عند كل لفة، هل هو يساوي التارجت، التارجت اللي هو متخزن جواه الفاليو رقم كام؟ 22. لو الكونديشن اتحقق هقول له خلاص طالما انت لقيته عند الاندكس ده، يبقى الفاوند هيساوي الاندكس اللي هو الاي. بعد كده اعمل لي بريك، وقف لي اللوب. خلاص انا وصلت للاليمنت اللي انا عايزه. هو هيقعد يلف، لو لقى الاليمنت هيطلع بره، وخلاص احنا خزنا مكان الاليمنت دوت، خزناه في متغير اسمه الايه، الفاوند. فتعالى هنا كده. ماشي. بعد الفور لوب، بعد قوس الفور لوب هنا هنكتب ايه؟ هنكتب لو انت لقيت ان الفاوند القيمه المتخزنه جوه المتغير بتاعي اللي اسمه فاوند اكبر من او بيساوي الزيرو، هتعمل لي برنت اف رساله كده بتقول لي ان فاوند ات، اللي انا لقيت الرقم بتاعي في المكان برسنتج دي. بعد كده اعمل ايه؟ اطبع المتغير اللي هو فاوند. else يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل رساله اسمها برنت اف، اقول ان انا ما لقيتش الاليمنت خالص، not found. طب تعالى كده نعمل رن للبرنامج. الاليمنت بتاعي لقاه عند المكان اندكس كام؟ 3 فعلا اهو. ال50 هنا ده اندكس 0 1 2 3، فعلا لقاه عند الاندكس 3. طب افرض انا غيرت التارجت بتاعي، خليته مثلا 77. تعالى نعمل ران. طبعا مفيش 77 هنا، فالمفروض يرجع لك كام؟ مش هيرجع لك حاجه، هيطبع لك بقى الرساله اللي هي اسمها ايه، not found اهو. لان هنا هو لقى الفاوند بسالب واحد،
ليه لقى الفاوند بسالب واحد؟ لان هو قاعد يلف يلف يلف. الفاوند دايما الاف هنا بفولس، فهو ما دخلش خزن في الفاوند اي حاجه. فالفاوند زي ما هي بسالب واحد، محتفظه بالسالب واحد. كانت ممكن تتغير لو الاف طبعا ايه، لو الاف بقت بترو، الكونديشن بتاعها بقى بترو، فساعتها كنا هنخش جوه الاف ونغير قيمه الفاوند، نخليها هي نفس قيمه الايه الاي الحاليه في الايه في اللفه دي، اللي هي بتعبر عن الاندكس اللي في اللفه دي. طيب طبعا هو الفاوند ما اتغيرش ليه؟ لان دايما الاف الكونديشن بتاعها بايه؟ بفولس. فدايما كده الفاوند هيبقى بسالب واحد، فالسالب واحد الكونديشن ده ما اتحققش، فهيروح عند الالس يقول لي نوت فاوند. يبقى اللي حصل في البرنامج ده ايه بقى؟ ان انا عندي المكان رقم صفر لما الاي كانت بكام؟ بزيرو، فالاري عند الاندكس زيرو كانت بكام هنا؟ مثلا 64. جيت اقارنها، هل ال 64 تساوي ال 22؟ لا. طب عند اندكس واحد الفاليو بكام؟ 25. طيب 25 يساوي 22؟ لا. لما لفيت اللفه اللي بعدها والاي عند الاي باتنين، جيت اقارنها في الاف هنا، هل الاري اوف 2، اري اوف 2 يعني الناتج المتخزن جواها كام؟ 12. 12 هقارنها بال 22، هقارنها بالتارجت بتاعي، هلاقيها انها لا تساوي مع ال 22، ال 12 لا تساوي ال 22. لما رحت عند المكان التالت لقيت الاري اوف 3، الاري عند الاندكس 3 ب 22، هل ال 22 يساوي ال 22؟ نعم، يس. فانا كده ايه؟ وصلت. طب انا وصلت عند المكان كام؟ اي بتساوي 3، يبقى الفاوند هيساوي الاي، الاي اللي هي الحاليه اللي هي ب3، فالفاوند اتخزن دلوقتي جواه رقم 3. بعد كده هنعمل بريك، اقول له خلاص وقف هنا، ما تكملش لف، ما تكملش باقي اللوب. خلاص الفور خلصت، هنخش بقى على الفاوند. الفاوند دلوقتي القيمه اللي متخزنه جواها كام؟ 3. هل التلاتة اكبر من او يساوي الزيرو؟ نعم. فخلاص هعمل برنت اف للمكان ده، هقول ان انا فاوند ات، لقيت الاليمنت عند المكان رقم 3، الاندكس رقم 3. لو ما لقيتوش طبعا كنت ايه؟ نوت فاوند زي ما انا لسه شايف في البرنامج اللي احنا لسه عاملينه. تعالوا كده يا شباب، لو انا حبيت اعمل array بتضم مجموعة من الفاليوز، array دي مكونة من 5 values، وهحط value بالطريقة دي: 50، 11، 2، 23، 4. دلوقتي انا عايز اطلع الماكسيمم، اكبر رقم في الاري دي كام؟ ال77. تعالى كده بس عشان نخلي ال77 دي في النص، ممكن نخلي دي مثلا 10، نخلي دي 77. طيب انا عايز اشوف مين الاكبر رقم هنا، عايز افايند الماكسيمم. اعمل ايه؟ هتيجي هنا نعرف متغير اسمه الاي بتاع اللوب بتاعنا، والفور لوب بتاعتي هتبدأ من اي تساوي 0، و اي اصغر من الخمسة، و اي بلس بلس. بعد كده جوه الفور لوب بتاعتي ماشي، عايز اتشيك على مثلا خدنا الاكسرسايز ده قبل كده، اللي انا مثلا ممكن اعرف ماكس بره، متغير اسمه ماكس، واخليه يساوي مثلا اول فاليو في الاري، array of ايه؟ 0. فكده الماكسيمم هيتخزن فيه كام؟ هيتخزن فيه 10. فانا هنا هاجي اقول condition، لو انا لقيت ان الماكسيمم اللي هو معايا لو قيمته ب10 اصغر من الاري of I، ساعتها هعمل ايه؟ لو طلع الماكسيمم اصغر من الاري اوف I، هقول ان الماكسيمم هخليه يساوي الفاليو الاري اوف I، ما الفاليو بتاعت الاري اوف I دلوقتي هي الاكبر من الماكسيمم، فهقول له خلاص هات بقى الفاليو الجديده ديت اللي هي اللي اكبر مني، هي اللي انا هخزنها عندي دلوقتي. طيب بعد ما انا خلصت هعمل ايه؟ هاجي بعد الفور لوب بعد ما تخلص اقول برنت اف، واكتب برسنتج دي ماكس بيساوي، بعد كده كوما، بعد كده ماكس سيمي كولون. تعالى كده نعمل رن البرنامج.
قال لك الماكسيمم كام؟ 77. ليه؟ ايه اللي حصل؟ الماكسيمم اول مره خد فاليو بكام؟ ب10. فانا هنا اول مره قارنت هل العشرة اصغر من الاري اوف اي دلوقتي اللي هي بكام؟ اري اوف 0 اللي هي 10، هل 10 اصغر من 10 ولا لا؟ فالاف ديت ما اتحققتش. لما نيجي عند الاي بواحد، الاي بواحد يعني كام؟ الماكسيمم دلوقتي انا معايا ب10 اصغر من الاري اوف واحد، الاري اوف واحد يعني كام؟ ب50. طيب 10 اصغر من ال50، طالما العشرة اصغر من ال50 ما اخلي الماكس ده بقى ياخد الفاليو دلوقتي اللي هي الاكبر اللي هي ال50. وهكذا بقى. هشوف ال77 هل الماكسيمم اللي هو معايا دلوقتي اللي هو ال50 اصغر من ال77 فعلا. طب انا هخلي الماكسيمم يساوي بقى الفاليو اللي هي الحاليه اللي هي بتاعت الار اوف اي اوف اي ديت اللي هي الايه، الاندكس كام؟ 2 اللي هي 77. فالماكسيمم هتخزن فيه كام؟ 77. طبعا ال77 طبعا هتبقى اكبر من 23 واكبر من الاربعة، في الاخر الماكسيمم بتاعي هو 77. طبعا انت عارف فكرة اللي انا لو حبيت احسب المينيمم هنحسبها ازاي؟ نفس الفكرة بس هنعكس طبعا الليزن نخليها مورزان زي ما خدنا قبل كده. بس. وده كان بارت 1 من ال one dimensional array. فبارت 2 هنستكمله في الفيديو اللي جاي عن ال two dimensional array. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.